بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة في حكاية أبونا بولس جورج حكاها، حصلت معاه هو شخصيا في أول رسالته، وإزاي الأب الأسقف وبخه بشدة وقدام كل الشعب لأجل سبب هو ما عملهوش. وكانت النتيجة إن أبونا بولس دخل الهيكل وفضل يبكي قدام ربنا على مذبح ماري جرجس. واللي حصل بعد كده واللي قالهوله أب اعترافه كان أغرب من الخيال، زي ما هنشوفه مع بعض بنعمة ربنا التفاصيل في فيديو النهاردة. وكمان اذكرونا في صلواتكم، وتعالوا مع بعض نشوف ايه الحكاية وناخد بركة مع بعض النهاردة. ما أحلى حياة الاتضاع. الاتضاع خلى السيد المسيح يختار الست العذراء مريم إن هي تكون والدة الله. بالاتضاع نقدر نوصل لمراتب روحية عالية جدا. بالاتضاع نقدر ان احنا نعيش مع ربنا حتى واحنا على الارض. الحكاية ديت والاختبار ده زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة حصل مع ابونا بولس جورج، وهو بنفسه اللي حكاه. انا سمعتها من فم قدس ابونا يعني. فحبيت ان اقولها لحضراتكم وناخدوا بركة مع بعض. الحكاية أبونا بيقول أنا كنت لسه يعني مرسوم كاهن جديد، وما كانش حتى لي مكتب زي الآباء الكهنة. كنت لسه يعني ما كملتش حاجة، ده حتى يعني بعد مرور 3 سنين بدأوا يعملوا لي مكتب. فأنا كنت يعني لما أجي أخد اعترافات بداية خدمتي كانت بسيطة، يعني أخد اعترافات، أفتقد الناس كده يعني. حتى لما كنت اجي اخد اعترافات كنت اخدها في اي مكان، مرة في المعمودية، مرة في الأوضة اللي جنب المعمودية، مرة تانية في اي مكتب فاضي. يعني مفيش مكان محدد ولا مكتب خاص بي عشان اخد الاعترافات. بيقول احنا كنا زمان قوي ما كانش لسه في التكنولوجيا العالية ديت، ان مايكات باحدث الانواع والكلام ده كله. زمان كان لسه حكاية المايكات ديت يعني لسه بيخترعوا فيها. فبيقول احنا كانت الكنيسة طبعا كبيرة، دورين، دور اول وتاني، فكنا محتاجين مايكات عشان الصلاة. فكان في شركة كده ألمانية يعني المايكات بتاعتها شوية، وفي شركة يابانية المايكات بتاعتها عالية جدا. فقالوا علشان الآباء الكهنة اللي في الكنيسة يعني قالوا عشان التكلفة ما تكونش عالية، فاحنا هناخد من الشركة اللي هي نص نص مايكاتها، نخليها بقى للايه مثلا للحاجات اللي هي زي يعني اكليل، اي حاجة كده طارئة، يعني مش حاجة طويلة صلواتها نص ساعة ساعة بكتير وخلاص. لكن هنخلي المايكات اللي هي اصلية ونضيفة للصلوات زي القداس اللي بيبقى بالثلاث ساعات، زي العشيات، زي مثلا نهضة، زي كاهن جاي يوعظ، حاجات زي كده يعني. وهم مع بعض اتفقوا على كده ككهنة كبار. ابونا بولس ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة، يعني لسه بادئ كهنوته، بيقول انا ما كنتش اعرف اي حاجة يعني. وفعلا الاباء الكهنة اتفقت مع الشركتين، وكل شركة جابت المايكات بتاعتها. وانتوا عارفين بيبقى في المسبح الجانبي مكان كده خاص بتحكم المايكات، صوت عالي واطي كده. المكان ده بيبقى على جنب الهيكل يعني، وبيبقى مفتاحه مع اي خادم او اي فراش تبع الكنيسة، الخدام اللي بيبقوا في الكنيسة يعني. ففي يوم من الايام كان جاي اب اسقف عشان يعمل عشية في الكنيسة. ابونا بولس بيقول انا كنت في الوقت ده موجود علشان باخد اعترافات، وكان في ناس من ولادي كتير جدا يعني جايين، وكل واحد يدخل اخد اعتراف ويطلع والتاني يخش وهكذا يعني. فبيقول انا قاعد في مكان ما من الاماكن اللي الاقيها فاضية وعمال اخد اعترافات، اتاري في اب اسقف جه في الكنيسة جوه، وطبعا بقى الشعب ملا الكنيسة والاب الاسقف وكده،
ومعاه كهنة كتير جدا جدا، يجي حوالي بيقول 10 كاهن ولا 12 كاهن حاجة زي كده يعني، وكلهم جايين مع سيدنا يعني مش تبع الكنيسة. وسيدنا بدأ صلوات العشية، يجي يمسك الميكروفون يقول كلمة والميكروفون يقطع في 3 كلمات ويرجع الصوت تاني في الكلمة الرابعة ولا الخامسة وهكذا. فزي كأنه حد بيقول ايه، فلنشكر صانع الرحوم الله، الرحوم الله لأنه سترنا عننا، ويسكت ويكمل المايك يعني اللي يسكت عن الصوت ويرجع تاني. فالموضوع ضايق الأب الأسقف جدا، مش عارف يصلي وتشتت، وحاول ان هو يعدي الموضوع في كذا صلوة. فالمايك يعني زي اللي خلاص بقى سيستم على كده. فسيدنا اتضايق جدا واتاخد من الموضوع، مش عارف يصلي وتشتت. فبص كده للشمامسة اللي هم تبع الكنيسة وقال لهم فين ابونا اللي هنا المسؤول الكاهن اللي تبع الكنيسة، هاتولي كاهن من الكهنة بتوع الكنيسة حالا. وقف بقى سيدنا صلاة كده. فشماس بقى بيقول الله يسامحه جه عليا وقال لي يا ابونا سيدنا عايز قدسك حالا دلوقتي في الكنيسة، وما قاليش بقى اي حاجة يعني. فبيقول انا جه في دماغي انه سيدنا مثلا جه عايز سترة اللي هم بيلبسوها الكهنة او الاساقفة في وقت الصلاة اللي هي بيبقى لونها ذهبي دي، فده اللي جه في دماغي يعني. فبيقول انا ما رحتش على سيدنا على طول، انا جريت على الدولاب اخدت سترة من اللي هي بتاعتنا يعني، ورحت لسيدنا وقلت له اتفضل يا سيدنا. فلقيته غاضب جدا وزعلان وعمال يقول ايه المايكات دي يا ابونا، دي مايكات يتصلى فيها، اقول كلمة وعشرة ما تتسمعش، دي مايكات دي ينفع ده؟ فبيقولوا هو غضبان جدا عمال يتكلم، انا يعني ما ينفعش خالص اتكلم ولا اقطعه. ويعني جه واحد من الشمامسة يعني صانع خير زي ما بيقولوا، في ناس فاعل خير كده مش حلوين يعني، فجاء عند ودن سيدنا وقال له يا سيدنا ده في مايكات حلوة عنديت بس موجودة في الدولاب بتاع المايكات وبنطلعوها وقت القداديس وكده يعني. فسخن سيدنا اكتر، انت ازاي تعمل كده، المفروض تطلعوا احدى المايكات الكويسة وقت الصلاة، هات بسرعة المفاتيح. فقال له سيدنا انا معيش مفاتيح حاجة، ده بتبقى مع الناس يعني اللي هم الخدام وكده، انا كمان مش معاك مفاتيح. وزعل جدا منه. فبيقول انا كنت قاري في بستان الرهبان لما راهب يكون متعصب قوي كده او اب اسقف تضرب له مطانية فيصرف الغضب. فبيقول كل اللي انا عملته ان انا وطيت ضربت مطانية يعني بتسكت كده على الارض يعني، حللني يا سيدنا انا اسف. قال له قوم يا ابونا، انت بتضرب مطانية علشان تحرجني انا النهاردة، انت اسمك ايه يا ابونا؟ فقال له ابنك فلان الفلاني ابونا بولس جورج. قال له النهاردة اسمك هيكون عند البابا شنودة وهو اللي يتصرف بقى معاكم، ازاي الشعب يستمتع بالصلاة بالطريقة ديت؟ فبيقول وعلم الله من ساعة ما سيدنا بدأ يتكلم بعصبية والمايك ما فصلش ولا لحظة ولا قطع حتى، يعني زي ما يكون كده ايه علشان اللي في الدور الاول والتاني يسمعوا الكلمتين اللي انا خدتهم في جنابي. وطبعا زعق لي جامد قدام الشعب كله، انا لسه كاهن جديد، انا مشيت من قدام سيدنا قعدت كده على تختة ولقيت نفسي بجري على مش قادر اتمالك اعصابي وجوايا خنقه وضيقه. ليه انا مش يعني ماليش ذنب في كل ده، وانا كاهن جديد معرفش ايه مايكات ايه وماليش انا في كل ده يعني. فبيقول انا دخلت على مسبح ماري جرجس ولقيت نفسي بنهار ببكي قدام ربنا، وطلعت كل المشاعر اللي جوايا، اللي هو حكى مع ربنا وقال له على كل اللي جواه، فضى كل اللي جواه بمعنى الكلمة يعني. وبيقول بعد ما خلصت كل حاجة رجعت المكاني تاني وقعدت اخد اعترافات لحد الساعة 12 وروحت، بس انا قعدت ابكي من مشاعري غلبتني يعني. فبيقول بعد حوالي ما فيش 3-4 ايام رحت الاب اعترافي بقى عشان اعترف.
فبقول له يا ابونا، قاعد عند رجله وبقول له حصل موقف كذا 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 وسيدنا قال لي كذا وانا ماليش ذنب في اي حاجه. بيقول توقعت ان هو يقول لي معلش يا ابونا، يعني سيدنا برضو يعني كبير في السن، او مثلا معلش يا ابونا ده هو يعني بيدور على مصلحه الشعب، انه عايز يسمع الصلاه ما يبقاش كده. لكن بيقول ردة فعل اب اعترافي كانت عجيبه جدا. لقيته بيقول لي ابونا، قلت له نعم يا ابونا. قال لي انت وعظت قد ايه عن الاتضاع وانت خادم؟ قلت له وعظت كتير جدا. قال لي طب وانت يعني هتترسم كاهن وعظت قد ايه عن الطاعة؟ قال له برضو كتير. قال له وانت كاهن وعظت قد ايه عن الطاعة؟ قال له يعني ملحقتش قوي، ان 3 شهور لسه وملحقتش يعني اوعظ كتير وكده. قال له للأسف انت عشت الاتضاع ده، حسيت ان انت متضع رغم انك انت عمال يتزعق فيك، ولا مجرد وعظة كنت بتقولها؟ فبيقول حسيت زي اللي ربنا بيقول لي لما ابعت لك حد وتشوف ان هي دي انا مش ذنبي يحصل فيا كده، وانا ماليش ذنب، وانا تذكر ان ربنا بعت الشخص ده عشان يعلمك حاجة، ايا كانت بقى، اتضاع، محبة، غفران، تسامح. مفيش حاجة بتيجي صدفة، ومفيش حاجة بتيجي ظلم. ربنا بيبقى عامل ترتيب لكل حاجة. اتمنى اختبار النهاردة نكونوا استفدنا منه روحيا. ولو حابين تاني تسمعوا معجزات واخبار الكنيسة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتخلوا غيركم يستفاد بان كنتوا تشيروا المعجزة والاختبار دوت للكل. اما سؤال النهاردة، ما هي الفضيلة اللي اتكلمنا عليها في فيديو النهاردة؟ اكتبوها لي في التعليقات وانا برد على كل الاجابات. واذكروني دايما في صلواتكم. اشوفكم بخير. سلام.